اللبناني عايزك بالمانيكير وشعراتك حلوين والترويقه والتالون حبيبي المصري طلع لك شنب مش شايفه يا حبيبي، والمصحف ما عنده مشكله. شنبك خاطط زي شنبه بالظبط، بيبص لك مفيش اي حاجه. هو مش واخد باله اصلا، ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل. راجل مصري بسيط، السوفت وير بتاعه بسيط، ده حقيقي، مش معقد، مش مكلكع، مش عايز منك حاجه خالص غير تعامليه كويس وتسيبيه في حاله بس. مش عايز حاجه منك اكتر من كده. بس احنا بقى ازاي؟ كورسات النكد اللي احنا واخدينها وبنسمع لها، هطلعها في مين؟ امك واختك وشغلك وسفرك واصحابك وعيالك والمصاريف. في ايه يا خالتي؟ في ايه؟ في ايه؟ سيبوه يتنفس شويه، سيبوه شويه يتنفس، اديله فرصته. انا عايزك تدي الراجل المصري فرصته وشوفي منه الحلو كله. اي راجل عايز يخش البيت من باب البيت كده محتاج ايه منك؟ حاجه واحده بس، بوسه، بوسه على خده. حبيبي الحمد لله على السلامه، يومك كان يا اختي على التنهدات الحلوه دي حبيبي الحمد لله على السلامه، يومك كان حلو، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك لينا. صعبه، صعبه، تقيله، تقيله علينا. انما نعمل التاني بقى، بنكشر وبنقلب وشنا وبنبوز طب ايه ما لازم يحب رجل الترابيزه ويسيبك خالص لازم نعمل ايه طيب؟ اللقطه بتاعت اي واحده بتبسبس له مفيش الكلام ده ارجوكي. الراجل عايز حنيه، لو الترابيزه اديته حنيه هيخش في علاقه حب مع الترابيزه. من الاخر عايز حنيه، عايز احتواء. عارفه يعني ايه تحتوي الراجل ولا مش عارفه؟ مش عارفه، انت وبنات جيلك مش عارفين طبعا. لازم تحتويه، لازم تديله فرصه تسمعيه، يعبر عن نفسه، يتكلم، يحكي لك عن مشاكله وهمومه واحلامه. ده لو انت بتحبيه، على اعتبار ان احنا متجوزين واحد بنحبه، مش متجوزين واحد تخليص حق، يعني مش كمبيالات، فاهمه؟ لازم احبه. امال هو شريك الحياه ليه؟ انت ايه فكره الشراكه؟ البارتنر. انا ليه بعمل بارتنر في حياتي؟ بختار راجل بكمل معاه حياتي ليه؟ علشان انا عايزه منه زي ما هو عايز مني، احنا الاثنين نكون بنكمل بعض، سند، ظهر، سبورت سيستم. يشوفني بقى في كل حالاتي بفلتر ومن غير فلتر، تعبانه عيانه يقف جنبي، ما يتعبش مني. ما انا نفس الحكايه، مش قدام اول وقعه يوقعها في شغل ولا رزقه يضيق ولا قله الحيله غلباه انا اتخلى عنه، ولا ابقى بكشر وبرزع ومش طايقه وقرفانه. لا، شفتي بتتنهدي ازاي؟ انت يا بنت بتحبي بس مش عايزه تعترفي طبعا الست الذكيه مش الغبيه. الغبيه هتخسر كل حاجه، هتخسر الراجل اللي معاها. بعد 20 سنه هتلاقيه متجوز عليها، بيحب عليها، بيعرف واحده عليها، مش طايقها، مش سامعها، مش شايفها، مش عايز يديها حاجه، مش هيكتب لها حاجه. في ستات بتحب رجاله تكتب لها حاجات، ده بتعتبره نوع من التامين او ان انت بتحبني. مش هيديكي حاجه. الراجل ذكي، الراجل مش غبي، وبالذات اللي معاه فلوس ذكي جدا، فمش هيدي، مش هيطلع حاجه. فانت لو ست ذكيه هتعرفي ازاي تدوري حياتك، تمسكي العلاقه صح. انت داخله تهدي ولا تبني؟ لازم تسالي نفسك، انا داخله مع الراجل ده البيت ده انا عايزاه يكمل، الحياه دي لازماني ولا مش لازماني؟ الراجل ده لو مشي بكره الصبح وانقطعت كل اخباره، انا اوكي ولا انا مش اوكي من غيره؟ هو ده السؤال، هو ده الاساس. انا عايزاه ولا مش عايزاه؟ عايزاه يبقى اشتغل، اسامح واعدي واغفر واشتغل واقعد مره واثنين وثلاثه، علشان في حب، لامور، لاف بيبي لاف، في حب. ده اللي بيخليني استحمل جوازه طويله 20 و25 و30 سنه. ايه اللي هيخليني استحمل الجوازه دي لو انا الراجل ده مفيش حب، مفيش حاجه تربطني بيه؟ يعني ما الحب حبيبتي هو اللي بيخليكي تكملي اي علاقه، اي حاجه. وبعدين يعني ربنا خلق اسمى العلاقات الانسانيه دي، اللي بيربطك بيها هو الحب. الامومه حب، الصداقه حب، الجواز حب. الحب هو الكور، هو الاساس. دوري عليه فين؟ دوري عليه في حياتك فين واشتغلي عليه. ادوس بقى على الباقي كله، اعدي وافوت.